الناس اللي لغايه دلوقتي لسه ما خزنتش الباميه، لا ده انت هاتيها دلوقتي، ما تتاخريش عن كده علشان تخزنيها. ما تتاخريش عليها وما تقوليش دي هترخص او استنى عليها شويه. لا يا جماعه، اولا ما فيش حاجه بترخص، بالعكس انا حاسه ان الاسعار بتزيد مش بترخص. ثانيا هي ممكن فجاه تلاقيها اختفت. ثالثا واهم حاجه ان هي كل ما بتقعد وكل ما بتتاخري عليها لا ما بتبقاش حلوه خالص، واحنا عارفين هي بتبقى عامله ازاي من جوه. فدايما لما تفرزي اي خضار تجيبيه في عزه، يعني في الموسم بتاعه بالظبط، في اول ما بيطلع او بعديها بشويه، بس ما تتاخريش لغايه الاخر. الباميه ليها 3 طرق بتتفرز فيهم، التلاتة حلوين والتلاتة ناجحين، بس دي اكتر طريقة انا بحبها بعملها من 4 سنين، هي والويكا. والويكا كمان طريقتها دي ناجحة، لو ما جربتهاش جربيها بطريقتي وهتدعي لي ان شاء الله، وانا واثقة ان انت مش هتغيريها خالص. انا طبعا من عشاق الويكا انا وولادي، فلازم افرزها. بتيجي عليها وقت كتير ما بتبقاش موجودة واحنا بنحبها يعني. فتعالي يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا يا جماعه، انا جبت الباميه وجبت الويكا. ما تجيبهمش متقمعين جاهزين، لا، هاتيهم كده من السوق زي ما انت شايفاني كده، جايباهم زي ما هم كده، علشان تعرفي تغسليهم كويس قوي قوي. الباميه من الحاجات اللي بتنزل بص تراب مش قادره اقول لك قد ايه، والميه بتاعتها بتبقى غامقه قد ايه اكيد انتوا عارفين. فهاتيها مش متقمعه عشان تعرفي تغسليها. بصوا دي الويكه اللي انا بجيبها ما بتبقاش كبيره، الويكه دي بتبقى خارجه من الباميه، ماشي، يعني بتبقى حجمها اكبر من الباميه حاجه بسيطه. هي دي الويكه اللي انا بحبها، ودي الويكه اللي هي بتبقى مسكره وطريه. فيعني شويه معلومات كده بسيطه هقولها لك في شراء الويكا. في ويكا بتبقى كبيره قوي ما تجيبهاش، في ويكا بتبقى تخينه كده ومبقلظه كده ما تجيبهاش، لان الحب بتاعها بيكون شايخ من جوه وطعمه مش حلو خالص. في ويكا بتبقى عارفه تمسكيها زي الحجر كده، لا هاتي الطريه، هاتي اللي لونها محمر كده، بتكون مسكره قوي وجميله، ما بتبقاش شيخه، ما بتبقاش فيها شوك، ما بتبقاش محتاجه ان هي تتقمع من الجناب كتير ولا حاجه. زي ما قلت لكم دي اللي بتبقى خارجه من الباميه، مش الويكه الكبيره اللي انتوا شايفينها. خلاص ودي الباميه طبعا الحجم اللي انت بتحبيه هاتيه، ولو لقيتي فيها واحده كبيره ولا حاجه دخليها مع الويكه على طول. بجيبها وبقعد ممكن يعني اغسلها، يعني ممكن نص اليوم بغسل فيها، مره واثنين وثلاثه واربعه، بحطها في ميه وبعد كده بدلق الميه بتاعتها بتكون نزلت التراب اللي فيها، وبعد كده بحطها في ميه تاني وابدا ادعكها بالطريقه اللي انتوا شايفينها كده. وما تخافيش هي ما بيبقاش فيها شوك ولا حاجه، وانت لو فيها شوك وخايفه يخش في ايدك ماشي البسي جلافز او اي حاجه زي ما تحبي. وارجع اغير الميه بتاعتها تاني واحط لها ميه تالت وادعكها تاني، وبعد كده احط لها ميه رابع واحط لها ميه خامس، مفيش اي مشكله لغايه لما اتاكد ان هي معايا بقت زي الفل. بصوا شمعه كده منوره فله. وميتها بتكون صافيه زي ميه الحنفيه بالظبط. خلاص ببدا بقى انشلها، مش ادلقها بالميه في المصفى، لا انشلها زي ما انتم شايفين كده واحطها في المصفى. لازم اسيبها تتصفى خالص، ما ينفعش افرزها واشتغل فيها وهي فيها ميه. مستعجله عليها هاتي فوطه او ملايه وفرديها عليها ونشفيها بقى، او سيبيها تنشف براحتها اللي يريحك. انا بحطها في مصفى كده وبتنشف براحتها، وكل شويه بقلب فيها. زي ما قلت لك مستعجله مفيش اي مشكله، افردي ملايه وحطيها عليها وبفوطه كده وابداي نشفي. يلا هبدا بقى هنا بالباميه الصغيره كده. طبعا كلنا شاطرين وزي الفل واحسن مني وعارفين الباميه بتتقمع ازاي، بس دي طبعا لحبايبي بقى البنات اللي بيخشوا المطبخ. بصوا ما تقشطيش الباميه، لازم تعملي لها القمع اللي انتوا شايفينه كده. ما تقشطيهاش ليه؟ علشان ما تطلعش الماده اللزجه اللي فيها، بصرف النظر بقى عن الشكل بقى والكلام ده كله، لا عشان ما تطلعش الماده اللزجه اللي فيها. خلاص الباميه دي طبعا صغيره كده، تعمليها بقى في الفرن كده طاجن باميه باللحمه الضاني، تعمليها بقى دقيقه باميه كده على البوتاجاز من فوق. بصوا كل طرقها حلوه. بصوا مش محتاجه، هنا بقول لكم ان هي مش محتاجه ان انا اقمعها من الجناب، هي زي الفل معايا، وبصوا في منتهى الجمال. يبقى انا بقمع الباميه كده بعد ما تكون نشفت خالص ما فيهاش ولا نقطه ميه. خلاص بقى يعني انا بقى شويه كده اخدهم كده على جنب، وبعد كده ايه اقعد انا بقى مع نفسي كده اقمعهم. بصوا انا هنا بوريكم ان انا حطاهم في مصفى، دي مصفى يا جماعه اهو، وبسيبهم يتصفوا براحتهم خالص، ما بستعجلش عليها. خلاص هنا قمعت الباميه وقمعت الويكه، هوريكم بقى لما انا بقطع الويكه ازاي. الويكه في الطبيعي انا لما بعملها
بقطعها رفيع. يعني انا لو جايباها وهعملها دلوقتي بقطعها رفيع خالص، انما لو هخزنها لا، بخلي التقطيعه بتاعتها سميكه زي ما انتم شايفين. ليه؟ علشان تستحمل التفريز معايا. لسه هشوح ولسه هفرز في الفريزر وتلج والكلام ده كله، علشان ما تتهريش معايا وتستحمل التفريز، وتستحمل طبعا الطريقه اللي انا هعملها بيها. اهو زي ما انتم شايفين عملتها اهي زي ما انتم شايفين. ادي بصوا السمك بتاعها كده جميل قوي. عايزه اقول لكم انتوا شايفينها يعني اتقمعت في مينت كده، في ثانيه. لا دي خدت حوالي ساعتين يعني شغاله فيها. يلا نروح بقى على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. معايا حله، اول حاجه هعملها الباميه العاديه. معايا حله فيها ميه بتغلي ما فيهاش اي حاجه خالص، وهبدا احط الباميه فيها. دي الباميه العاديه. وابدا بقى اقلب كل شويه فيها كده، مش عايزاها تلمس الميه. وابدا اقلب فيها كده لغايه لما لونها يخضر كده. هوريكم لونها بيعمل ازاي او هيبقى عامل ازاي، ويبقى كلها لون واحد. بصوا شايفين؟ واخدين بالكم الاول كان لونها عامل ازاي ودلوقتي لونها عامل ازاي؟ كده تمام قوي. مش هستعجل عليها، هفضل اقلب واشوح واشقلب فيها كده زي ما انتم شايفين. بصوا انا عايزاها كلها تبقى باللون ده. طيب ايه الطرق التانية اللي انا قلت لكم عليها؟ ان في ناس بتقمعها وتشيلها زي ما هي، والطريقه دي انا جربتها. وفي ناس بتحطها في الميه المغليه وبعد كده بتطلعها بميه على تلج، وبعد كده بتفرزها برضو ناجحه، وانا جربتها وكانت حلوه ما فيش مشكله. بس صدقوني دي احلى طريقه فيهم. فالثلاث طرق مش وحشين. بفضل ايه؟ بفضل طريقه اللي هي على البخار دي، هي انجح طريقه. بتقعد معايا مش سنه بس، لا دي بتقعد ممكن اكتر من سنه. يعني ممكن يجي عليا الموسم اللي وراه ولسه الباميه عندي في الفريزر بطلع واشتغل منها. ولما بعملها بتبقى زي الطازه، استحاله ان انت تفرقيها عن الطازه. يلا هبدأ اشوح فيها كده زي ما قلت لكم، وهاخد راحتي فيها خالص لغاية لما كلها تديني اللون واحد. اهو تقلبي بقى بمعلقة، تقلبي زي ما انا بعمل كده، بمسك المصفى وببدأ اقلبها كده، والنار تحتيه هادية والمية بتغلي وزي الفل وتمام قوي معايا. زي ما قلت لكم دي الطريقة اللي انا بحبها. وبعديها افضل طريقة المية، وبعديها اخر طريقة ان انا اعملها كده زي ما هي. يعني ما عجبتنيش قوي اللي هي الطريقه الثالثه اللي هي ان انا اعملها زي ما هي. يلا بقى اسيبها تبرد وبعد كده اخش على الويكه على طول. طريقه الويكه دي بجد 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 والله العظيم لو انت من عشاق الويكه لازم تفرزيها بالطريقه دي. انا جبت بقى صينيه كبيره لان مش هتنفع في طاسه عشان انا عامله كميه. صينيه كبيره ورحت حاطه فيها شويه زيت، ورحت نازله فيها بكميه الويكه بتاعتي كلها، وهبدا اشوح فيها لغايه لما هوريكم طبعا المراحل. مش عايزه اسبق يعني الاحداث، هوريكم المراحل بتاعتها. المهم ان انا هبدا اشوح فيها. النار بتاعتي وسط علشان ما تحروقهاش، انا مش بحمرها انا بشوحها. خلاص النار بتاعتي وسط، مش هاديه قوي ومش عاليه، عشان زي ما قلت لكم انا مش عايزاها تتحمر يعني. وهبدا اشوح فيها بحيث ان انا اغلف كل قطعه من الباميه دي بالزيت بتاعها. طيب وانا بشوحها كده هعمل ايه؟ هقطع لها قرنين 3 فلفل كده. انا بحب احط لها الفلفل الاحمر ده، بيبقى شكلها حلو قوي، كمان بيدي ايه نكهه حلوه للباميه. مش موجود حطي فلفل اخضر عادي سبايسي يعني حراق. خلاص حابه تستغني عن الفلفل خالص، ما بتحبوش الحاجه الحراقه، خلاص ما فيش مشكله. بس انا عايزه اقول لكم لا جربوها بالفلفل، فظيعه يا جماعه فظيعه. طيب هعمل ايه؟ هبدا بقى اشوح واشقلب واشوح واشقلب لغايه قد ايه. امتى اعرف ان انا واقف على كده؟ هتلاقوا ريحتها طلعت معاكم ولونها بدأ يتغير معاكم. طبعا هوريكم دلوقتي اهو. انا مش سايباها، انا ايدي فيها على طول بالمعلقه وعماله اشوح فيها اهو زي ما انتم شايفين. ويفضل طبعا ان انت تعمليها في صينيه او في طاسه كبيره، علشان لو عملتيها في حله مش هتاخدي راحتك زي ما هتعمليها في حاجه واسعه. يلا ببدأ اشوحها هي والفلفل. والله العظيم ريحتها يا جماعه يا لهوي على الجمال، ريحتها فظيعه حلوه قوي. يمكن علشان انا بحب الويكه مش قادره اقول لكم على جمالها بجد. الناس اللي ما بتحبهاش لا، طب جربيها حتى مره واحده ان شاء الله. تجيبي حتى ربع كيلو نص كيلو وجربيها بجد فظيعه. تجربيها في العمايل مش في التفريز يعني. بصوا هنا شايفين لون الباميه بتاعي اتغير ازاي؟ هو ده اللون اللي انا عايزاه، هو ده الخضار اللي انا عايزاه. بصوا للون الاولاني وبصوا للون ده تمام قوي كده. وريحتها بدأت تطلع، يعني انت شامه ريحه الباميه فظيعه بجد. يلا هسيبها لما تبرد خالص خالص، وبعد كده اعبيها في الاكياس بتاعتي هي والباميه.
بجد جميله جميله جميله. طريقتين احلى من بعض، طريقه الويكا وطريقه الباميه، اعمليهم بنفس طريقتي وهاتي دلوقتي، ما تستنيش لما الباميه تبقى في اواخرها، ما بتبقاش حلوه يا جماعه، وبتكون مخرمه كده ومش حلوه. لو عجبك بقى الفيديو بتاعي يلا لايك يا جماعه، لايك بعد اذنكم، تعليق حلو منكم كده يكبر بخاطري ويشجعني ان انا انزل فيديوهات تاني. واللي اول مره يشوف القناه شرفتوني، فعلوا الجرس ودوسوا على كلمه الكل علشان كل اشعار انزله يوصل لكم على طول. طيب الناس اللي اصلا مشتركه في القناه وبتقول ان الاشعارات مش بتوصل لها، الغي الاشتراك واعملي الاشتراك من اول وجديد، كل اشعار ان شاء الله كل فيديو ان شاء الله الاشعار هيوصل لك. بصي هنا بوريك ان كيس الباميه ما فيهوش ولا نقطه ميه، بصوا زي الفل، كل باميه مخصمه التانيه. حلو قوي ان شاء الله. لما اعملهم معاكم او اعمل طريقه الويكا معاكم هعملها معاكم، بعملها بطريقه حلوه قوي 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 ان شاء الله تعجبكم. يا رب الفيديو يعجبكم، وان شاء الله اشوفكم في وصفه جديده وفيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.